صباح الخير. صباح صواني المكرونة اللي بالبشاميل واللحمة المفرومة التحفة. مشروع المطابخ ده زي المطبخ اللي انا فاتحاه ده بقى حلم ناس كتير جدا. يعني ناس كتير جدا نفسها، اللي نفسه عايز يجي يشتغل معايا واللي عايز يفتح المشروع ده. بصوا، انا مش هكلمكم المرة دي عن مشاكل المشروع ده او قد ايه هي مهنة متعبة وقد ايه في ممكن فيديوهات تانية تاخدوا بالكم منها، ان فعلا انا بتعب جدا وبقابل نوعيات وحاجات غريبة جدا ومواقف غريبة شوية. بس انا هقول لكم نصيحة كده لوجه الله، لما تيجي تفتحي المشروع ده ايه الحاجات اللي تاخدي بالك منها، غلطات انا وقعت فيها وبنصح الناس عشان ما يعملوهاش. زي ايه؟ لما جيت احدد الاسعار، يوم الافتتاح بتاع مطبخي كان نفس يوم عيد ميلاد سوبر ماركت هايبر كبير، من الهايبر الكبيرة يعني، سوبر ماركت كبير قوي اكيد كلكم عارفينه. يوم العيد ميلاد بتاعه يوم 1/1 كل سنة. طبعا انا ده كان يوم برضو افتتاح مشروعي. نزلت اشتريت من المكان ده حاجات عليها عروض، مش عارفة ده بخصم 20% وده بخصم 50%، وده تاخدي علبتين ولا 3 علب تاخدي عليهم علبة زيادة. وطبعا حددت الأسعار على الأساس ده، ودي كانت غلطة عمري. وهقول لكم في مواقف كانت غلطة عمري ازاي، بس أنا كده ظلمت نفسي، لأن أنا لما اشتغلت بالخامات دي وجيت بقى خلاص بعت الحاجة وعايزة أجيب غيرها، لقيت نفسي إن الفلوس اللي أنا كسبتها ما كسبتهاش ولا حاجة، ده أنا رايحة أشتري بيها بضاعة أغلى. يعني لو أنا اشتريت حاجة ب100 جنيه وبعتها ب110، فأنا فرحانة إني كسبت 10 جنيه. طب الوضع كان عامل إزاي؟ رحت بقى عشان أشتري الحاجة دي بس ما كانش فيه عرض، لقيت نفسي بشتريها ب120. طب ازاي انا حددت تسعير على ان هي ب110 وازاي انا دلوقتي شاريها ب120؟ يعني انا معنى كده ان انا لما ابيعها للعميل هبقى دافعه من جيبي 10 جنيه، كاني بديها للعميل باقل من سعرها. وطبعا مش محسوب فيها لا تكلفه ولا يعني تكلفه المجهود والخامات التانية ولا الكلام ده، فكانت غلطه عمري. نصيحه لوجه الله، التسعير بتاع حضرتك عمره ما يتبني على اسعار عروض. برضو هتلاقي في ناس من يعني ناس سخيفه بصراحه من العملاء نفسها، انا اسفه ان انا بقول كده، يجي يقول لك ايه، طب وانتي ليه بتبيعي لنا الحاجه بالسعر ده؟ طب ما تشتري من مكان رخيص ولا عليه عروض. انا لو اشتريت من مكان عليه عروض فده لنفسي انا، مش عشان ابيع لك انت رخيص. انا بشتريها ليا انا، نوع من انواع التوفير، اكسب زيادة، اجيب بعائد استثمار زيادة. بس كده كده في الاول وفي الاخر الفلوس هتطلع بالسعر العادي مش بالسعر العرض. انا هحاول اشرح لكم بعد كده في فيديوهات اطول الموضوع ده، بس دي نصيحة لوجه الله، ما تروحيش تشتري حاجة في عرض وتبني عليها التسعير بتاعك. التسعير يتعمل على اساس الحاجة فعليا بكام، مش في العرض بكام. يا رب اكون فدتكم بمعلومة بسيطة، وشكرا.